مثلا متصل على طول ماشي بتديله 5 ابلاغات بيطير على طول تمام بيطير على طول حد ابلاغ كده اخويا اهو ابلاغ الثاني هو متصل اهو تمام بيتصل تمام رقم متصل اهو حد ايه ابلاغ كده اخويا ابلاغات تمام حاجه بقى ايه اديله هو ابلاغين ابلاغ الثاني الثالث بعد كده ابلاغ بحظ ابلاغ بحظ لحظه كده ابلاغ بحظ كده خش الرقم ده خلاص كده اخويا وارجع واتس بس كده تجرب الرقم اللي هو طبعا لسه بص الرقم طلع مشدد الرقم طلع في الفيديو انا مغير الرقم في الفيديو حلو And if you hear this and then go on bend your back, go on bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. ايه الاخبار اخواتي عاملين ايه؟ زي ما انت شفت في اول الفيديو انا جاي لك بطريقه افجر طريقه حظر الارقام في المجال. فاولا يا اخواتي انا عايزش منك غير تقدير لايك وكومنت واشتراك في القناه يا اخواتي، وهنزل لك في الجروب الواتساب وقناه التليجرام هنزل لك نسخه العكس، وهنزل لك كل احنا هنستخدمه في الفيديو ده عشان خاطر نطير ارقام. تمام يا اخواتي انا مش عايز منك غير الدعم فقط ومش اكتر، عشان خاطر انزل ارقام تاني وانزل ارقام فيك تحظر بقى ارقام، وانزل ارقام فينش، وانزل لكم نسخه العكس، وانزل لكم طرق تانية كمان زي ما انا وعدتك في جروب الواتساب. زي ما قلت لك ان انا هنزل لك حاجات واصور لك فيديو الشرح، فانت تابع الفيديو لحد الاخر عشان خاطر تعرف الباسورد بتاع ملف بتاع الكود حظر ارقام. تمام يا اخواتي الكود مش محروق، الكود شغال يا اخواتي وانا هطير لك بيه في الفيديو دلوقتي. تمام يا اخواتي تعالى نبدا الشرح بقى على طول عشان خاطر الشرح ما يطولش اكتر من كده. تمام يا اخواتي تمام. بص يا اخويا اولا احنا الرقم اللي احنا هنحظره ده يا اخواتي ماشي، ده الرقم بتاعنا ماشي. بص انا لسه حاظر رقم اهو ماشي، طلب مراجعه اهو، طلب مراجعه اهو ماشي، طلب مراجعه هو اصلا بيقلب مشدد. تمام وانا هوريك في الفيديو دلوقتي. تمام يا اخواتي اولا هدوس كده على الاعدادات عشان اوريك بس ان الرقم ماشي. ادي الرقم يا اخواتي اهو، تعال نجرب الرقم بقى. ادي اهو اخواتي الرقم بقى كده. احنا نعمل ايه اول حاجه يا اخواتي؟ دي النسخه اللي احنا هنطير بيها، دي النسخه اللي احنا هنطير بيها نسخه العكس. تمام يا اخواتي هنخش كده هنحط الرقم اللي احنا عاملينه هنا عاوزين نطيره، هنحطه كده يا اخواتي وهنبعت له نقطه مثلا او اي حاجه. تمام هبعت له اول حاجه. بص انا كنت عكس على الرقم، كنت هطيره. تمام يا اخواتي تمام ده الكود، فهنمسح ده كله عشان خاطر مخالفات الواتساب يا اخواتي. تمام وده كده انا كنت اصلا حذفه. تمام فانا هعمل ايه يا اخواتي؟ هبعت نقطه. تمام بص ركز معايا، هبعت نقطه، النقطه جت من الناحيه دي ماشي يا اخواتي. تمام اولا يا اخواتي هروح اعمل ايه بقى؟ هدوس كده، هدوس على الاعدادات جي ام، هدوس هنا وهدوس على عكس، فعل زر العكس. تمام يا اخواتي تمام لحد كده احنا تمام خالص. تمام هخش على النسخه تاني، بعد كده انا هرمي الكود بتاعي. انا معايا بدل الكود يا اخواتي 10 اكواد ولا 200 رقم، وكل كود بيتحرق بنزل غيره على طول. انا كده اصلا معايا اكواد كتير، فانا لازم تشترك في قناه التليجرام عشان هي اللي بنزل عليها الاكواد بتاعت الحظر اول باول. كل ما اعرف ان الكود اتحرق بنزل كود في ساعتها على طول مش محروق، تشتغل بيه على طول يا اخويا. تمام يا اخويا تمام. فانت لازم تشترك في قناه التليجرام وهسيبها لك تحت في الوصف، وهسيبها لك في قناه الواتساب في جروب الواتساب. تمام يا اخواتي تمام. اولا هخش على الرقم كده يا اخواتي عشان خاطر احنا فعلنا زر العكس. تمام حلو خالص. بص الثلاث نقط اللي احنا بعتناهم والاربع نقط اللي احنا بعتناهم جم من الناحيه دي، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هحط ارمي كود الحظر بتاعه يا اخواتي، وده كود الحظر كده، وهرمي كود الحظر كده يا اخواتي. هيقول لك ان انت لازم تحط يا اخواتي الرقم من تحت. تمام فانا هاخد الكود نسخ كده يا اخواتي من غير نسخ كمان، هحط الكود كده يا اخواتي. تمام وهاجي في الاخر خالص كده في الاخر. بص في الاخر بس حبيت اوريك ماشي. هحط كده عندي الرقم كده وادوس الرقم بتاعي اللي انا هطيره. تمام هحط الرقم كده يا اخواتي وادوس ارسال، هيجي الرقم كده يا اخواتي. تمام لاحظ كده هيجي الرقم كده اهو ماشي. هاجي اعمل ايه؟ هسيب الرقم كده واوريكم ان الرقم شغال و100 100. تمام اول حاجه
ان انا هروح اوريك ان الرقم شغال، اثبات ان الرقم شغال. تمام يا اخواتي؟ تمام. لحد كده ماشيين كويس مع بعضنا خالص. انا هوريك بس ان الرقم شغال، وبعد كده هوريك واطير الرقم قدامك. تمام يا اخويا؟ تمام. اول حاجه بس نطلع من نشغل نسخه عشان خاطر ايه هوريك عليها، بس النسخه العاديه. هوريك النسخه العاديه الاول عشان خاطر اوريك ان هي شغاله على النسخه العاديه اساسا، ان هو الرقم شغال يعني، فاهم؟ وبعدين هوريك النسخه بتاعه حظر الارقام جبتها في رقم محظور ولا لا. خش كده، بس النسخه دي العاديه بضان عشان خاطر عليها ضغط رسائل اساسا كان طير الرقم عليها، فهي بتطول. فتعال نخش على نسخه الدربكه. طيب دي النسخه بتاعتي يا اخواتي اللي بتعرف اي رقم محظور ولا لا. تمام يا اخواتي؟ نحط رقم كده. بص دربكه اليوتيوبر، رقم شغال، الرقم شغال اهو. تمام، الرقم شغال. لاحظ كده سكرين. تمام يا اخواتي؟ تمام. لاحظ الرقم شغال. تمام. هطلع كده اوريك على الواتس العادي ان الرقم شغال برضو. على العموم يا اخواتي هو الرقم شغال، وانا وريتك في الواتس في النص ده ان الرقم شغال ماشي. وهوريك برضو على الواتس اي واتس تاني، بس اي واتس تاني اوريك ان الرقم شغال. وبعد كده هثبت لك بقى انه ايه، وبعد كده هطير لك الرقم ماشي. هنا الرقم ده كان طاير اصلا وحده، انا مطير كذا رقم اخواتي بتاعي. خش كده يا اخواتي، هكتب الرقم اللي انا هطيره عشان اوريك اثبات ان هو شغال. تمام يا اخواتي؟ ادي الرقم شغال اهو. ادي سكرين ان الرقم شغال. هوريك سكرين اللي هو بعد الحظر. تمام تمام. خش كده يا اخواتي، بص الرقم شغال اهو، الرقم شغال. لاحظ كده انا ده زر ده. انا بعد كده عملت ايه؟ بعت الرقم من غير الرقم وبالرقم، يعني من غير الرقم ادي بالرقم اهو، والكود ده اهو من غير الرقم. تمام يا اخواتي؟ تمام. هخش كده، هطلع كده لحظه وهعمل كده، هعمل كده وهدوس على الغاء هلغي زر العكس وهرجع كده تاني. هخش على النسخه تاني يا اخواتي. لاحظ وراقب بقى عشان خاطر تعرف انت هتعمل ايه اصلا في شغلانتك دي عشان تحظر الرقم. بعد كده يا اخواتي هدوس كده وهدي ابلاغات ماشي. ابلاغ. تمام يا اخواتي؟ وادي التاني تدي 15 ابلاغ هنا. تمام يا اخواتي؟ تمام. 4 5 6 7. عامة الرقم يكون يا اخواتي متصل. هخش على الرقم كده يا اخواتي، خليه يتصل بس. تمام، خلي الرقم يتصل بس وبس، مش ظاهر اي حاجه. خش عليه كده تاني. ماشي. النسخه بس عشان خاطر ايه التليفون مهنج، بس عشان خاطر عليه ضغط رسائل كتير قوي. بص هو الرقم متصل اهو، الرقم متصل اهو، شايف؟ رقم متصل. تمام. هدي ابلاغات كده. بص بعت لي نقطه اهو. تمام، انا بعت نفس النقطه دلوقتي، اخليه يتصل تاني وبعدين هرجع. هو عامه لو متصل على طول ماشي بتديله 5 ابلاغات بيطير على طول الرقم. تمام، بيطير على طول. حد ابلاغات كده يا اخويا اهو، ابلاغ. وادي التاني هو متصل اهو. تمام، متصل. تمام، الرقم متصل اهو. حد ايه ابلاغات تاني يا اخويا. ابلاغات. تمام، هاجي بقى ايه اديله جوه ابلاغين
بلاغ، وادي التاني، وادي التالت، وبعد كده اديله بلاغ بحذر، بلاغ بحذر. لاحظ كده، بلاغ بحذر. على كده نخش نشوف الرقم، اخد الرقم نسخ كده اخويا وارجع الواتس، ادوس كده هجرب الرقم ان هو طار ولا لسه. بص الرقم بلع مشدد، الرقم طار في الفيديو اهو، انا مطير الرقم في الفيديو على كده. حلو، هوريك برضه على النسخه الثانيه اللي انا لسه شايف عليها وقال لي الرقم شغال. حلو، هوريك ان الرقم طار مشدد. اخش كده ابص اهو الرقم كان شغال. حلو، هدوس نعم ماشي. بص جالي طلب الكود اهو، طلب الكود. لاحظ لحد الاخر، لاحظ لحد الاخر. بص طلب مراجعه. هوريك تاني برضه عشان خاطر تصدق بس. تمام، طلب مراجعه. تمام، دي لحظه كده محدش يقول لي بس ان انا ايه، ان انا عامل الرقم قدامكم في الفيديو، يعني مفيش اي تمييز اساسا. لاحظ الفيديو بس. انا هشغل اي نسخه عشان اجيب لك عليها رقم تاني. تمام، هعمل كده يا اخواتي واحط الرقم، هعمل كده تاني واوريك. بص الرقم طاير طلب مراجعه ماشي، طار طلب مراجعه. ازاي هتعرف بقى ان انت تقلب الرقم تسجيل رقم جديد او مشدد؟ هوريك. بص طلب مراجعه ارسال. بص لاحظ معايا كده. بص طلب مراجعه اهو. تمام، لاحظ معايا قال لي طاير طلب مراجعه. تمام، هدوس كده تسجيل رقم جديد. بص تسجيل رقم جديد. حلو، الرقم طار تسجيل رقم جديد، يعني طار مشدد، يعني الرقم مش هيتفك غير بعد 3 شهور. حلو، او سنه كمان، يعني على حسب كمان. فاهم انت؟ بس كده يا اخواتي يكون الفيديو خلص معانا يا اخواتي، واحلى مسا عليكم. وزي ما قلت لك انا هسيب لك الكود في قناه التليجرام يا اخواتي، في قناه التليجرام، والكود الباسورد. تمام، الباسورد يا اخواتي زي ما قلت لك 2026. الكود الباسورد 2026، الباسورد 2026. وتمام كده يا اخواتي زي ما قلت لك الرقم طار مشدد، وهاخد سكرين كده يا اخواتي عشان تبقوا برضو متاكدين ان الرقم طار مشدد. تمام، هاخد سكرين كده اهو. بس يا اخواتي احلى مسا عليكم، ويلا باي، جود باي يا اخواتي.